كنت محتاجة كبة لفرم اللحمة، وبقالي مدة كده بقول أجيب كبة نوعها ايه وكده. فلقيت الكبة دي آه، يعني سعرها كويس، وكمان استانلس وكده. هي زي ما انتم شايفين ماركتها اللي هي من سكاني، وجبناها من شارع عبد العزيز اللي في وسط البلد، ما جبتهاش من على صفحات نت ولا حاجة. وهي 150 واط. وبفتح معاكم دلوقتي كده الكرتونة. أول حاجة لقيت كده على الوش الضمان بتاعها والتغليف بتاعها زي ما انتم شايفين. طبعا هي في منها تقليد وأصلي. هي زي ما قلت لكم احنا جبناها من شارع عبد العزيز اللي في وسط البلد. التغليف بتاعها زي ما انتم شايفين كده موجود، اللي هي الحلة الاستانلس، وعليها غطا زي ما انتم شايفين كده. والموتور متغلف برضو زي ما انتم شايفين كده. هي منها 3 أحجام. دي والحجم الصغير، وحجم أكبر من دي كمان، يعني دي الحجم الوسط. وأسعارها كانت الصغيرة ب700، والكبيرة ب1100، والكبيرة ودي واللي هي الوسط ب1100، والأكبر منها ب1200، بس ما كانتش موجودة فجبنا دي زي ما انتم شايفين كده. هي دي مش صغيرة، حجمها كويس، بس كمان فرق السعر 100 جنيه بس. كنت عايزة أجيب الأكبر. بس رحنا كذا محل كان مش موجود الأكبر. فخلاص جبنا دي، ودي 6.5 لتر، واللي أكبر منها 8 لتر. بس دي حجمها في الكاميرا مش كبير، بس لأ بتاخد يعني. هوريكم دلوقتي أنا عملت 3 كيلو لحمة. هوريكم دلوقتي في الفيديو. هي بيجي معاها المثبت ده، وضروري قوي 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 المثبت ده، لان اول ما عملت اللحمه لازم تثبتيها وتتكي عليها كده. وجاي معاها الشفرات بتاعتها متغلفه كده، وده الحاجات كلها اللي جايه معاها، و3 سرعات. ال- الجلده اللي بتيجي تثبتيها من تحت كده، ده سرعه واتنين وتلاته. لازم 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 تتكي على الكبه نفسها من تحت، علشان اول ما جيت استعملها نطت مني كده. فلازم تتك كويس على الكبه من تحت. حبيت بس اقول لكم على الحكايه دي واكد عليها. دول 3 كيلو من اللحمه زي ما انتم شايفين، جايين كده من عند الجزار بالدهن بتاعهم بكل حاجه. هحطهم كده فيها. هحط طبعا ال- الحله وغسلتها، عشان ان دي اول استعمال معاكم. وهستعملها بقى، احط الكيلو ونص يعني بالتقريب كده. هاخد نص الكمية دول بالظبط 3 كيلو لحمة. طبعا زي ما انتم شايفين معاهم الدهن بتاعهم. هحطها برضو كده وهوريكم ان بصراحة عجبتني قوي. يلا شوفوا معايا بقى كده بالفيديو، عشان لو حد بيفكر وعايز يجيبها ولا حاجة يشوفوا عملي. وهبقى اعمل فيها بقى كفتة الرز والكباب زي ما انتم شايفين. اول مرة عملتها كده اتكيت نطت. لازم تتكي من تحت كويس زي ما انتم شفتوا كده، او نطت مني كده لفوق. فزي ما انتم شايفين لازم تضغطي قوي زي ما انت شايفة كده. باكد يا بنات على الحتة دي، اللي انت تتكي بدراعك على الحلة نفسها من تحت، وايدك التانية على الموتور. ما تسيبيش الحلة وتمسكي في الموتور، عشان انا عملت كده اول ما جيت اشتغل بيها نطت مني. زي ما انتم شايفين الفرم بتاعها بسم الله ما شاء الله. وفي مدة بسيطة قوي. يعني انت بتبصي بعينك كده بتلاقيها بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. دول زي ما قلت لك بالتقريب كده كيلو ونص. قسمت الكمية على نصين. طبعا انا مش هجازف بقى واحط الكمية كلها، لان طبعا دي حاجة بتاعتنا احنا في البيت. فعملت على مرتين. واللحمة بتيجي متقطعة زي ما انت شايفاها كده من عند الجزار، ما عملتش فيها اي حاجة. الحتة الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، ما عملتش فيها أي حاجة. زي ما انتم شايفين هنزلها لكم في حاجة تانية عشان تشوفوا، وأعلي لكم الإضاءة. زي ما انتم شايفين عليت لكم الإضاءة عشان تشوفوا بس شكل اللحمة مفروم ازاي. مش بوقت خالص يا بنات يعني. عايزة أقول لكم دوستين 3 كده عملت اللحمة بالشكل ده. زي ما انتم شايفين. والدهن بتاعها ما شلتش أي حاجة.
ما شلتش اي حاجه من اللحم. اوريكم تاني اهو. دي حته الدهنه كانت ماسكه على بتاع من تحت، شلتها بايدي كده. وهحط بقى المره التانية. دي زي خيطه كده بتبقى في قلب اللحمه كانت لفه على الحته اللي تحت. زي ما انتم شايفين الدهن فيه عامل ازاي، عشان انا جايباها الكفته. ودهن مش اللي هو ماسك كمان، اللي هو بيبقى ناشف ده، لا دهن الطري. وبيطلع زي ما انتم شايفين كده. اه. بتفتفت وزي ما انتم شايفين عن قرب خالص. حطيت بقية الكمية وهتكة كده. زي ما قلت لكم لازم نضغط بإيد وإيد تانية، عشان من قوة من قوة الضرب. ممكن يعني تتحرك منك لفوق. يعني لما عملتها معايا في الأول اتكيت بقى وضغطت زي ما انتم شايفين كده، وبأكد قوي عشان يعني لو بنوتة صغيرة ولا حاجة، هي اللي هتفرم، ما يكون لسه متجوزة ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده، ما خدتش كتير ولا أي حاجة. طبعا انت تقدري بقى زي ما انت عايزة تتحكمي أكتر أو أقل ممكن كمان. لو انت عايزة تقطعها الشاورما ما تديهاش كل الضرب ده. انا كده اديت لها ضربة واحدة وبوريكم. يعني ممكن نستغنى عنها كده ونخليها يعني نستنى كده ونخليها للشاورما، أو بقى نتك عليها ونديها ضربة كمان وتبقى بقى زي الأولانية. تقدري تتحكمي يعني زي ما انت عايزة. طبعا انت مش في كل مرة بتجيبي 3 كيلو، ممكن تكوني بتجيبي كيلو، بتجيبي نص كيلو، بتجيبي كذا، بس انا كان يعني هما دول 3 كيلو بالظبط. هي معرفش يعني اللي هي التمانية لتر هتبقى حجمها قد ايه، بس هو الراجل في المحل قال مش بعيدة عن دي في الحجم. زي ما انتم شايفين. حتى الدهون اللي كانت مع اللحمه والخيوط والحاجات اللي زي دي مقطعاها. انا اتعمدت ان انا ما اشيلش اي حاجه من اللحمه المره دي، ولا اقطع ولا بقى زي ما كنت مثلا في المفرمه اللي انت لازم تشيلي الحاجات اللي بتبقى زي الخيوط دي، ولا الحاجات دي كلها، هي حطيت كله مع بعض. كنت قصدي علشان اشوف يعني التجربه تبقى معاكم. المره دي ما امسكش اي حاجه في الحله من تحت زي ما انتم شايفين. الكاوتشه زي ما بوريكم اهي، دي الكاوتشه اللي انا بقول لكم عليها وباكد. اللي هي لازم تحطيها تتك كده، او بوريكم تضغطي لتحت زي ما انا موريكم كده. ودي اللحمه في اكياس وكده. التجربه كانت معاكم، لو حد عايز يجيبها ولا حاجه جميله جدا.